يا رجاله عاملين ايه؟ كله قلصته. اكيد باين عليا ان انا حالق شعري ومستحمي وكل حاجه. عامه والله انا ما كنتش قصدي اعمل كده، انا كنت رايح اظبط شعري بس شويه. الراجل هو اللي قرر ابقى تيك توكر، ما كنتش ماليش دعوه. مبدئيا انا باين اي حد بيتفرج على فيديوهاتي يعني باين ان انا بحب الشتيمه يعني. ما اقصدش كده تحديدا، اقصد ان هي بتضحكني يعني، ان هي مش حاجه انا بكرهها. انت فاهم قصدي؟ انت اكيد فاهم قصدي، ما تقرفنيش. واكيد باين ان انا شخص بيشتم كتير يعني، بس ده مش عشان هي حاجه حلوه مثلا، هي حاجه غلط طبعا، بس عشان انا شايفها زي اي كلام لما بيستخدم صح او بيتحط في مكانه بيضحك، وبيدي للتعبير كده مقامه يعني، بيظبط كده الجمله، بيخليك تعبر صح. واللي بيضحك فيها اكتر ان احنا كلنا عاملين فيها ما بنشتمش يعني، كلنا عاملين فيها ان احنا عندنا مشكله مع الشتيمه، ما بنحبش نسمعها، وكلنا بنتحرج منها مع ان كلنا بنقولها يعني، كلنا بلا استثناء، مش كلنا، 95% مننا، 99%، 99.5. اقصد ان احنا عامه متميزين في حوار الشتيمه ده يعني، احنا بنخترع الشتيمه. احنا عامه في مصر هنا بنخترع شتايم جديده مش موجوده. انا بحس ان احنا في مصر بس عندنا الحته دي. احنا ساعات بندخل شتيمتين مع بعض يعني. انا عمري ما هنسى مشهد طفولتي، مشهد مؤثر في حياتي كلها. كان عندي تقريبا 6 سنين او 5 سنين حاجه في السكه ديت. كنت بروح البيت وفي راجل كبير واقف بيشتم واحد تاني بيقول له يا ابن الزن. فانا كنت طفل ساعتها متربي قوي، وكنت بتخض لما بسمع حاجه زي كده. فانا اتخضيت كده واتخطفت وعرفت الراجل ده هيقول ايه. باين الشتيمه هتتقفل ازاي. راح الراجل قافلها ازاي بقى؟ يوكا في الاخر. شوف عبقريه الراجل خلى الشتيمه معبره اكتر من شتيمتين الاتنين بنفس المعنى، بس لما ضمهم على بعض بقت المعنى اعمق. وانا حتى من ساعه الموقف ده الشتيمه دي تحديدا بقولها، وهي كانت اول لفظ في حياتي انطقه يعني. الكلمه دي كانت هي نافذتي على العالم، الشتايم يعني والالفاظ وقله الادب. الراجل ده كان فوق ال80 تقريبا يعني، زمانه دلوقتي بتشوي بسببي يعني. فانا ليه بقول كل الكلام ده؟ لان انا مش شايف مشكله في الشتيمه. طبعا هي غلط وكل حاجه، بس لو هنبعد عن صح وغلط انا ما فيش، مش شايف فيها مشكله. بشوف فيها مشكله امتى؟ لما بننبهر بيها يعني، في لحظه الانبهار، لما بنبقى منبهرين ان في حد بيشتم اكنه عمل معجزه، لما بنرجع كده اكننا اطفال وفي المدرسه وفي واحد قال يا ابن الكلب، فاحنا بنحط ايدينا على بقنا ومصدومين، واحنا اصلا في الشارع بنشخر لبعض عشان البلي. فبلاحظ دايما الانبهار بيجي امتى؟ لما انت تبقى في حد بيشتم في مكان او في وقت انت ما تقدرش تشتم فيه، تبدا تنبهر، تحس ان هو بيعمل معجزه، بيعمل حاجه صعبه جدا. وطبعا اكتر مكان الناس بتحب تعمل فيه مثاليين ومحترمين وما بيغلطوش وما فيش اي حاجه هي السوشيال ميديا. من اول الحاجات اللي ظهرت على النت فيها شتيمه وكده كان الرئيس الراحل الله يرحمه محمد انور السادات. بذلنا فيها مجهود سياسي عظيم، حيث اننا افتحنا خط بس يا كوس. طبعا من الاول كان تفكير عبقري ان في شخص يقرر ان يخلي السادات تحديدا يعني الرئيس ده مش عبد الناصر مش مبارك يبقى كرتون وبيتكلم في الموضوع ده وبصوت مش صوته وبيشتم. بحس ان الفيديو ده سريالي، فالراجل ده عرف يوصل لنا حاجه في دماغه. الفيديو ده اتشهر جدا، وكان موجود على كل كمبيوتر في مصر يعني. هو كان في وقت تقريبا ما كانش في حد عنده نت في البيت يعني، كان كل كمبيوتر عليه الفيديو ده، بس ما حدش يعرف ازاي. كان في عامه في فيديوهات زمان بتنتشر ما تعرفش بتوصل الكمبيوتر بتاعك ازاي يعني، كانت موجوده عند كل الناس وما حدش عنده نت. بعد كده كان في بقى سكتش اتعمل من اعظم السكتشات اللي في التاريخ. لو قلت لي الكيس اللي معايا ده فيه ايه هديك منه سمكه. صح، انت غبي ابن بيت. الشخص ده عامه كان بيعمل سكتشات كتير، كان فعلا فيها هزار وفيها كوميديا وفيها فكره. ممكن بالنسبه لنا هي دلوقتي حاجه بدائيه، بس هو اصلا بعد الفيديوهات دي مثلا ب5 6 سنين 7 سنين بدا واحد مثلا زي شادي سرور ده يطلع. فتخيل ده بقى قبل شادي سرور بسنين، وبعدين كان بيصور صح وبيعمل شخصيات وبيعمل كذا حاجه. هو كان معتمد بشكل اساسي على الشتيمه في الهزار بتاعه او في الافات اللي هو بيقولها، بس كان الفيديو ده من 16 سنه مثلا، فساعتها ولا كان في اصلا محتوى ولا بشتيمه ولا من غير يعني. الفيديوهات دي برده اتشهرت بعد ما نزلت بسنين، وبعد فتره بقى في العترة دوت برضو كان هزاره في الاساس مع الشتيمه. مصر الجنسيه وابن ناس فشخ. هو طبعا كان مبتذل بس كان وقتها كان بيضحك يعني. هو في وقتها كان تحس ان هو عامل شخصيه كده انت بتشوفها على القهوه يعني. في ناس كده معينين على القهوه اللي هو اي حد بالنسبه له بيشتمه، اي واحده معديه بالنسبه له. معرفش الحقيقه هو كان عامل الشخصيه دي ولا دي شخصيته الحقيقيه، طريقته حقيقيه قوي لدرجه ان هو مقنع، فانا مش حاسه عبقري للدرجه دي. عترة بس مشكلته ان هو كان في سنه غباء كده. الراجل بيبقى داخل البيت هي فين؟ هدايا ملمس كده على حاجه غلط جايه. تحس ان العترة بيفرش لحاجه اسوأ بعد كده، فاهم قصدي يعني؟ هو كان بيضحك وكان لذيذ، بس كان باين ان في حاجه غلط جايه، والحاجه الغبيه فعلا والغلط جت يعني. بعديها بفتره ظهر عمو هاني دوت كان من اغبى الحاجات اللي ظهرت على النت يعني. كان شخص مبتذل برده، بس كان اكتر بكتير، وكانت كوميديته كلها معتمده على الشتيمه والغباء يعني. كان بيعمل بوشه حركات غبيه. حاسس انا قلت غبي وغباء كتير قوي المره دي، بس انا حاسس بغباء عامه انا بعمل فيديو. بس هو هاني دوت ما كانش معتمد على الشتيمه حتى بطريقه بتضحك.
كانت طريقه اقرب للقرف يعني، كانت حاجه تحس انها حاجه مقززه يعني. بس للاسف هو حصل له نفس نوع الانبهار، وكان في برضه ناس بتتفرج عليه وناس منبهره بيه. يعني انا متخيل شكل الناس اللي كانوا بيتفرجوا عليه كده ويبصوا يوريهم لبعض كده، يقولوا بص يا اسطى، بص الراجل ده بيشتم وبيقول كلام قليل الادب. المشكله ان نوعيه المحتوى دوت لما صاحبه بيتقال له بقى ان هو جامد وان هو عبقري والناس بتحسسه ان هو بيعمل حاجه غريبه، هو بيبدا يقتنع بده فعلا، بيحس ان هو بيعمل شيء محدش عارف يعمله. انا بشتم والناس بص. هو واحد زي هاني ده مثلا اقتنع بكده وكان مكثف بقى، الموضوع بقى بيزيد معاه اكتر مع الوقت. وبجد الراجل ده كان نقطه سودا كده في تاريخ الانترنت المصري. ومش عايز اخش في حوار ان هو ازاي كان بيستخدم الشهره دي او السكك اللي بتفتحها له في حاجات مؤذيه فشخ، عشان ده مش موضوعنا. بس المهم ان انا مش مشكلتي في قيم واخلاق بقى وكده، دي مشكله ناس تانية او ناس تانية بتتكلم فيها. مشكله فعلا اللي انا بشوفها ان هي بتجيب تاخر ذهني لصاحبها، يعني بتجيب غباء كده لصاحبها. وانا ما عنديش برضو مشكله مع الغباء، يعني كل واحد ياكل الجزمه اللي هو يحبها. فالحاجات اللي من النوعيه دي فعلا بتاثر. زي هاني كده بعد ما اختفى بسنين، باكتر من 8 سنين مثلا، ظهر واحد على التيك توك بيقلده بالظبط، يعني بيعمل نفس الحاجات اللي هاني كان بيعملها بنفس الطريقه، بنفس الشتايم، بنفس الحركات، بنفس كل حاجه. وهو الواد المشكله ان هو مش بيعمل حاجه اصلا اوريجينال، يعني هو الواد بيقلد حاجه غبيه اصلا، يعني حاجه اساسا ما كانتش حلوه في ساعتها. فهو الواد ده اصلا بيقلد واحد بيعمل حاجه وحشه بعد سنين وطريقه متاخره اكتر. وفعلا لو دخلت عنده في الكومنتات في ناس بتنبهر بيه، في ناس مش هتموت، في ناس مش مصدقني في واحد بيشتم كده. العيال بيقولوا له انت ملك، انت كينج فعلا، ملك. عندهم حق. ازاي واحد بيطلع يشتم كده ويقول الفاظ على النت عبقريه والله، ومحدش بقى يجي يقول لي يا اسطى سيب اللي يشتم وسيب اللي يستغبى ومش. لا، هو الناس دي ما بيسيبوش حد، يعني هم اصلا محتواهم ان هم مش عاجبهم حد وبيشتموا كل حاجه. يعني الشخص ده كان عامل فيديو بيتريق ومتضايق من البنات اللي بيطلعوا لايفات وشايف ان دي حاجه رخيصه، يعني ان هو محتواه ارخص بكتير يعني. ومن فتره برده كان في بنوته كانت بتعمل فيديوهات بتتعمد ان هي تحطها باكتر عنوان يكون فج. شفت فج دي؟ اول مره في حياتي تيجي في دماغي، عمري في حياتي عدى على مخي كده كلمه فج دي. ولكن بحلول القرن ال21 دخل عصر جديد من التعريف. والبنت دي كانت جوه الفيديو نفسه بتشتم، او هي بتتكلم في موضوع اصلا شتيمه اساسا، الموضوع كله عباره عن شتيمه، او بتتكلم في موضوع شائك مثلا، او مش شائك طبعا، بس هو يعني هو ده التعبير الوحيد اللي في دماغي دلوقتي. موضوع يعني كده، موضوع كده انت فاهم. بس هي كانت بتعمل حاجه بصراحه في النص كده، كانت بتحط لك معلومه علميه او بتتكلم باللغه العربيه الفصحى. اقتصرت عبر التاريخ على فئة من الناس متوارثة المهنة يعني في الفيديو كانت تطلع تعرفك مثلا تاريخ مثلا، انت محتاج حاجه مهمه جدا، موضوع شيق جدا. كيف بدأ كلنا اكيد لازم نبقى مهتمين نعرف تاريخ حاجه زي كده. حتى الكومنتات كلها ما كانش في واحد بس مهتم بالموضوع اللي بتتكلم فيه، كلهم داخلين بيعلق ايه ده، ازاي في بنت بتشتم بنت وبتقول بجد الفيديوهات دي كانت جايبه فيوز عاليه، وكان كل الناس داخلين يشوفوا بس البنت اللي بتقول كلام وسط. وهي برده كان باين عليها ان هي بتعمل حاجه مش عشان هي عايزه تتكلم في موضوع، ولا هي عايزه تفتح موضوع جديد، ولا في حاجه في دماغها عايزه تقولها. لا، هي عارفه ان نفس الناس اللي بيتفرجوا على عمو هاني والناس ديت هم هيخشوا يتفرجوا يشوفوا البنت اللي بتقول كلام وسط. وانا بجد المشكله الوحيده اللي بتواجهني مع الناس اللي بتعمل نوعيه المحتوى دي، ان انت لو شفتهم في اي وقت بيتكلموا في الموضوع ده بتلاقيهم بيقولوا حاولنا نعمل حاجه بتصطدم بالمجتمع. احنا بنصطدم مفيش اي اصطدام بالمجتمع، انت بتعمل حاجه في اتجاه المجتمع كده، مفيش اي حاجه عكس الاتجاه، مفيش، انت بتليس للمجتمع. وحد ملاحظ ان انا بقالي كام فيديو عمال اقول كلام اصلا غريب، عمال اقول كلام انا والله ما اعرفه، مش عارف بيجي لي منين. المهم ان انت حرفيا بتبقى ماشي في مسار المجتمع، انت ده المحتوى ده، انت بتشوف المجتمع بينبهر بايه، الناس بتتكلم عن ايه وبيلفت نظرهم وبتعمله له. ومؤخرا طبعا اجدد حاجه بقى اللي انت اكيد مستنينا اتكلم عليه، انا عارف انك داخل الفيديو عشان انا فاهمك والله، فاهم دماغك دي. بص، عبد العاطي عشان عبعاطي ده بحس ان هو دقنه حته برسيم. عبد العاطي بدا محتواه على اليوتيوب ان هو عنده توبيك معين عايز يتكلم فيه، وهيتكلم فيه بطريقه ان هو مش هيفكر، هو عايز يقول اللي في دماغه، يعني هيتكلم براحته ومش هيخلي باله من اي حاجه بيقولها زي ما اي حد بيخلي باله على النت. وعبد العاطي فعلا كان عنده كلام بيتقال، يعني كان عنده كلام يقوله، وكان فيه كوميديا وكان فيه كل حاجه. بس المشكله فين بقى؟ ان الفيديوهات دي لما اتشهرت عشان في واحد بيشتم، مش عشان اللي هو بيقوله، مش عشان الفيديوهات اللي هو عاملها. فانت لو جبت فيديوهات عبد العاطي من القديم للجديد، لو جبته من تحت لفوق كده، هتلاقي عبد العاطي كل فتره كل ما بيعدي وقت وبيتشهر اكتر الشتيمه بتزيد وبتبقى من غير سياق، يعني الشتيمه ما بتبقاش في مكانها، ما بيبقاش افيه، ما بيبقاش حاجه مستاهله ان هي يشتم. عبد العاطي جه في الاخر بدا ان هو لما بيتزني ان هو يشتم بيروح شاتم الواد اللي واقف ورا الكاميرا، وبيشتم المونتير، وبيشتم البت اللي بتضحك، بيشتم اي حد موجود معاه. وعلى فكره ده مش لازم يبقى شيء مقصود، يعني مش لازم هو قاصد ان هو يعمل كده، بس هو دوت اللي هو شايفه جايب معاه والناس بتتكلم عليه والناس معجبه بيه، فهو لا اراديا هيزوده. فالمشترك بين كل دوت من اول فيديو السادات لحد عبد العاطي، بص بدأناها بواحد اقرع هنا بواحد اقرع. المهم ان المشترك بين كل دول من اول فيديو لحد اخر فيديو هو ان الناس اللي بتتفرج بتنبهر بالشتيمه. فرساله الفيديو دوت مفيش اي رساله في الفيديو، مفيش. انت لو في رساله لقيتها في الفيديو قشطه خدها براحتك، مش عايز ما تاخدش برضه، عايز تشتم اشتم براحتك، مش عايز ما تشتمش يبقى احسن طبعا، تبقى انسان محترم. ده مش معناه انك بتشتم مش محترم، براحتك. بص كل بس اهم حاجه ان انت تعمل لايك وكومنت سبسكرايب، اعمل لي فولو على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك، كل الحاجات دي لازم تعملها، لازم. بس كده.
بس كده، سلام. حلو قوي ان الكلام ده يطلع منك يعني من راجل مش من سيده يعني. خليني اسالك، انت شايف المراه المصريه بتتميز عن اي مراه تانية في ايه؟ مش محتاجه فقاقه يعني. نحله. لا يعني عفوا، انا مش سامعه الكلام كويس، فانا